ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وستر وخير. عندك بطاطس في البيت؟ تعالي انا اوريكي تعملي بطاطس زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. تعمليها لاولادك هتعجبهم جدا. بطاطس مقرمشة مش شاربة زيت خالص، بطريقة في منتهى الجمال. لو اول مرة تشوفيني تابعيني على قناتي مطبخ سميرة، وتعالي نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. عندك اي كمية بطاطس بقى انت تحبيها، بس طبعا اهم حاجة تكون بطاطس تحمير. يعني ما نجيبش بطاطس من اللي بتتحرق ونقول الوصفة غلط، لا لازم تكون بطاطس تحمير. هنقشرها كده كويس. لو اول مره تشوفيني بقى ما تنسيش تتابعيني على قناتي وتفعلي الجرس على الكل، ولو استفدتي اي حاجه من الفيديو بتاعي يا ريت لايك وشير للفيديو. قشرنا البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. هنجيب القطاعه بتاعتنا، ولو ما عندكيش قطاعه قطعيها بالسكينه بتاعتك العاديه، مفيش اي مشكله. القطاعه دي رخيصه قوي عند اي حد بتاع مستلزمات مطبخ. انا كنت جايباها بقالها اكتر من سنتين، كانت مش عارفه ب5 جنيه ولا ب7 جنيه، دلوقتي اكيد غليت شويه. فهنقطعها كده عشان يبقى ايه زي اللي بنجيبها من بره في المطاعم بالظبط. قطعناها. وفي الاخر هقول لكم البطاطس دي تستاهل التجربه ولا ما تستاهلش، حلوه ولا مش حلوه، وهنتابع مع بعض الفيديو للاخر. خلصنا تقطيعها، بصوا شكلها جميل ازاي، شكلها حلو جدا. هغسلها طبعا تحت الحنفيه كويس لحد ما اتاكد ان هي النشا اللي فيها روح. في حله على النار بقى هغلي الميه، وما نحطش البطاطس قبل الميه ما تغلي، لازم الميه تغلي الاول. يعني ما نحطهاش والبطاطس بارده. وهحط معلقه من الملح او على حسب الكميه اللي انت هتعمليها قد ايه. وهحط البطاطس كده. اول ما الميه تغلي عليها، اللي هي يعني في معدل دقيقتين او 3، لحد يا دوبك الميه تغلي بس. زي ما انت شايفه كده هطلع البطاطس على طول، يعني بمعنى اصح هنديها صدمه كده في الميه السخنه بس. في الوقت ده هنكون مجهزين طبق تاني فيه ميه بارده، ويا ريت يكون فيها قطع من التلج، مفيش اي مشكله، او ميه ساقعه من التلاجة. هنطلع البطاطس نصفيها من الميه السخنه، نحطها على طول في الميه البارده كده. تمام، بردت نصفيها من الميه ونتاكد ان هي نشفت كويس، يعني نحطها في مصفى 10 دقايق كده ولا حاجه. هنرش عليها من معلقتين ل3 من النشا، نشا مش ذره. نشا ذره مش دقيق، اسفه معلش. نشا اللي بنعمل منه المهلبيه. ونقلبها لحد ما نغلفها ونتاكد ان كل بطاطسايه اتغلفت زي ما انتم شايفين كده. هنروح بقى على الزيت، شويه زيت حلوين كده، ونكون مسخنين الزيت كويس قوي. وننزل البطاطس بعد ما ننفضها طبعا من النشا كويس. ننزلها في الزيت. هتطلع بقى معاكم بطاطس، مهما حكيت لكم البطاطس تحفه قد ايه، مقرمشه مش شاربه زيت خالص. حتى لو قعدت معاكي ساعه واتنين، حتى لو قعدت لتاني يوم كمان هتفضل مقرمشه. حلوه قوي. بتاخد وقت شويه، بتاخد تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل التجربه. جربوها هتعجبكم جدا. بصوا مقرمشه جدا، بس للاسف ما كملتش الفيديو لان كالعاده النور قطع وانا بطلع البطاطس من الزيت. وبألف هنا وشفا، جربوها.